يا مساء الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده جايه لكم فيديو جديد بس مش يوم جديد. ده تكمله الفيديو بتاع امبارح، كان في نفس اليوم زي ما شفتوا امبارح كده. حضرت معاكم شنطه السفر ومشينا ورحنا المصيف ودخلنا الشقه. ده الشقه كده يعني مدخل البيت من تحت زي ما انتم شايفين. احنا في الدور العاشر. طبعا ركبنا الاسانسير وطلعنا الشقه. خلاص كده يعني لحد هنا كده كنت نهايه الفيديو معاكم امبارح. تمام. قبل ما انام بقى طبعا شلت الفرش ده كله. زي ما وريتكم برضو امبارح الناس كانوا سايبين الشقه مبهدله خالص. يعني كان في ناس ماشيين في نفس اليوم اللي احنا جينا فيه ده، هم مشوا يعني المغرب كده واحنا جينا هنا. وصلنا كانت على الساعه 3 بالليل. تمام كده. يعني كانت 3:30 كده داخله على 4. فالمهم بقى ايه، قلنا بقى لازم ننظف الدنيا كلها كده. دخلت انا الاوضتين دول. الاوضه دي يعني فيها سريرين، دخلت ان انا انضفها كده واشيل الملايات والمفارش واللي عليها دي كلها. كان فيها غساله صغيره قوي بس انا ما حبيتش اغسل ولا اي حاجه. انا شلتهم كده، نفضتهم من البلكونه وطبقتهم وحطيتهم كده على جنب في قلب الكومود كده من تحت. ونفضت بقى المراتب وشلتها، كنست تحتها ومسحت وقلبت المراتب على ظهرها الناحيه التانية. فاهمين يعني؟ قلبت المرتبه، خليت الوش اللي هو كان موجود ده اللي انتوا شايفينه ده قلبته، خليته هو من يمة تحت، والوش اللي يمة الملل خليته هو يمة فوق. تمام. وعملت نفس الكلام في السرير التاني. احنا طبعا مسكنا كل اتنين كده اوضه، واخواتي برضو في الاوضه التانية بيعملوها. واختي يعني واحده مسكت الحمام صبنته، وواحده مسحت المطبخ، واختي اسماء نظفت المطبخ والبوتاجاز والمطبخيه وكله. كانوا سايبين بصراحه الدنيا مبهدله خالص خالص خالص. فاحنا بقى قعدنا ننظف ده كله. طبعا ما ينفعش ننام على السرير كده، وزي ما قلت لكم برضو انا كنت جايبه ملايات معايا. مش حابه ان انا انام على ملايات حد. وزي ما انتم شايفين الملايات اصلا اللي كانت محطوطه كانت مش نظيفه. وسايبينها مش نضيفه، بس لقيتهم حاطين يعني صحاب الشقه حاطين 3 ملايات غيارات كده للسراير. فانا اخدت منهم غيارات هنا للاوضه دي. الملايات دي كانت نضيفه جدا جدا وكانت جديده برضو. فانا خدتها كده فرشتها هنا، والملايات بتاعتي اللي انا جايباها معايا فرشتها على السرير التاني بره اللي هو الركنه وبتتعمل سرير. فرشتها هناك كده. تمام. في الاوضه التانية يعني. وفي الاوضه دي فرشت الملايات دي كانت محطوطه كده نضيفه وجديده يعني. فانا رحت حطاهم هنا في الاوضه دي وكنسناها ومسحناها بقى. وبعد كده بدات اللي انا افرشها. عايزه اقول لكم اللي يعني كنت خلاص اصلا مخلصه خالص. فانا هنا التليفون كان معايا، كنت بصور هنا في الاوضه دي مكان ما بعمل، وهم هناك بره في الاوضه التانية يعني برضو بيمسحوها بينضفوها. وفرشنا ملايه برضو على الركنه، وفرشنا ملايه على السرير بره. والحمام اتصبن والبوتاجاز وسيبنا الدنيا زي الفل. وبعد كده ايه رحنا نايمين عشان كنا خلاص هلكنا من التعب والنوم كبس علينا ونمنا. يعني خلصنا كده الترويق ورحنا نايمين على طول. طبعا كنا مطبقين من امبارح، ما نمناش خالص ولا حتى احنا رايحين في العربيه ما نمناش. طبعا كنا فرحانين جدا والاولاد كلهم فرحانين، فما حدش نام خالص، كنا مهيصين. واول بقى ما جينا الشقه هنا رتبتها ونضفتها. بصوا زي ما شايفين زي الفل. الستاره كده كنت قفلتها، وبعد كده رحت فتحتها تاني وفتحت الازاز بس. يعني قفلت البلكونه وسبت السلك بس مفتوح ونمنا. صحيت بقى الصبح كده بقى، بصوا المنظر جميل جدا. حبيت برضه اصور لكم كده الصبح. بصوا يعني صورت لقطه بسيطه كده. كان جوزي صحي ومستنيني، هو اللي صحي الاول وصحاني وقال لي تعالى عشان ننزل نجيب حاجات كده عشان ايه نفطر بقى ونتغدى ونجيب شويه حاجات نحطها في التلاجة، وعلشان خاطر ايه الاكل يعني وكده، ونجيب برضو شويه حاجات للفريزر الاكل وكده. طبعا احنا نزلنا قعدنا ندور على سوق ما لقيناش. لكن بعد كده لقينا، فاهمين؟ ف يعني ما لقيتش بتاع فراخ ولا كده، لقيت محلات كده جنب السوبر ماركت بيبيعوا طماطم خيار وخضار يعني وكده. فدخلنا بقى السوبر ماركت، جبت شويه مجمدات كده يعني. جبت بانيه وجبت اللي هي الفراخ اللي هي الفيجيتار. تمام. وجبت بقى شويه خضار كده، وجبت مكرونه، وجبت ازازه زيت، وجبت كيس سمنه فامين حاجات بقى خزين للشقه. يعني الشقه التلاجة كانت فاضيه، فلازم انا اجيب بقى شويه حاجات كده ايه للفطار وللغدا والعشاء، فاهمين؟ فجبت الاساسيات وجبت كرتونه بيض. جبت كرتونه ونص. تمام. وجبت طماطم وفلفل حامي وفلفل رومي عشان يعني لزوم السلطه او الشكشوكه والحاجات دي.
يعني انا نقيت الفلفل ورحت منقيه 3 قرون كده فلفل رومي مع الفلفل الحامي، وجبت ليمون زي ما شايفين، وجبت مخلل، وجبت كيسين بطاطس اللي هي النص قليه دي او الجاهزه دي اللي هي فرم يعني اسمها مش جايه على بالي دلوقتي. فالمهم جبت كيسين، الكيس كان كيلو، جبت 2 كيلو. وجبت المكرونه الاسباجيتي دي كيسين برضو، الكيس كيلو، جبت 2 كيلو. وجبت فري مواعين، ما كانش فيه مواعين صابون مواعين خالص، كنا امبارح بنصبن بالصابونه بريحه. وجبت برضو صابونه بريحه يعني لينا وكده. وجبت 4 علب تونه، وجبت بصل، وجبت خيار، وجبت زي ما قلت لكم زي الزيت وكيس سمنه. وطبعا الحاجات اللي في التلاجة كنا جايبينها معانا واحنا جايين، كنت جايبين باكيتة بيبس، وجايبين ازاز ميه، وجايبين عيش، وجايبه كمان 3 اكياس من الصلصه كده متلجين، والدتي جابتهم. فكده الحمد لله. يعني بدات بقى ان انا ارص الاكياس دي في الفريزر. عايزه اقول لكم الفريزر كان شغال اساسا، يعني كان في تلج، بس بعد كده احنا نضفناه بقى ومسكنا التلاجة دي مسحناها وصبناها كويس جدا، لان كانت ريحتها زفاره جامده قوي، زي ما كانوا حاطين فيها سمك واللي عامل ريحه وحشه قوي. واسماء اختي بقى خدتهم على خدت كل الحاجه اللي فيها كده اللي في التلاجة، غسلتها على الحوض، والتلاجة بقت نظيفه وزي الفل. بصوا بقى انا رصيت الاكياس بتاعه الكوكي والبطاطس والفراخ والحاجات دي كده، وهنا حطيت رصيت البيض كله، والبيض الزياده حطيته على الرف. وخلاص كده قلت بقى ايه اروح اجهز لهم الفطار، في حال ما انا كنت قاعده بوضب كده الفريزر. كان بقى الاولاد بدات تصحى، وبداوا بقى ان هم يغسلوا وشهم كده ويلبسوا ويجهزوا، عشان قلنا احنا هنفطر، وبعد كده ايه يعني هنقعد بقى شويه كده يعني نتفرج على الشاشه، وبعد كده ننزل بقى البحر. الطاسه دي بصوا عليها دهون السنين طبعا، هي موجوده هنا في الشقه، وزي ما تقولوا بقى هي حاطينها للقلي بس، ومحدش بيغسلها. فالمهم بقى انا ايه حطيت فيها شويه زيت كده حلوين، ورحت حاطه بقى البطاطس عشان احمرها. عايزه اقول لكم البطاطس دي يعني رغم ان هي نص قليه بس شربت زيت كتير، مش عارفه ليه. المهم سبت البطاطس تتقلي هنا كده، وقلت بقى اعمل هنا بقى ايه شويه سلطه كده. قلنا هنفطر سلطه تونه، كنت هعمل لهم سلطه تونه وبطاطس. قطعت بقى القوطه والفلفل والحاجات دي. طبعا بنت خالتي كانت بتصورني فكانت مش عارفه تصور خالص، وللاسف انا نسيت اجيب الاستاند معايا، يعني لو كنت افتكرته وجبته كان هيريحني كتير جدا، وكان برضو هيجيب لكم التصوير كويس. فلكن طبعا لما يكون حد بيصور زي ما شايفين الكاميرا بتقعد تتهز، فانا اسفه جدا بقى يعني لو التصوير مضايقكم او حاجه، عشان الكاميرا يعني عماله تتهز وكده. المهم قاعده بعمل اكل، وجوزي كده كان بيساعدني فيه. بصوا بعمل بالمعلقه، يعني هو كان بيعمل بالسكينه وانا عايزه انجز ومفيش غير سكينه واحده، فمسكت المعلقه كده وبقيت ان انا اقطع بيها زي ما انتم شايفين. فالجيش قال لك اتصرف، فاحنا بنتصرف يعني، ما بنوقفش على حاجه. المهم قعدت اساعده كده لحد ما خلاص بقى حسيت ان ايدي وجعتني، لان طبعا الحرف المعلقه مش حامي قوي، فطبعا ايدي وجعتني. فعملت معاه على قد ما قدرت، وبعد كده سبته كمل. كانت البطاطس بقى خدت لون اهي واستوت زي ما انتم شايفين كده، خدت لون حلو. بدات بقى ان انا اطلعها. عايزه اقول لكم يعني المطبخ امكانياته قليله قوي، بس يعني ايه الحمد لله، يعني اهو موجود حاجه وخلاص واتقضت. يعني الواحد اتصرف كده وبيعمل بالحاجه اللي موجوده، فاهمين. هو كان الطاسه دي وحلتين وصينيه تاني صغننه قوي، بس يعني ايه على قد الحاجات وخلاص. المهم بقى ايه جهزت الفطار، المقاطع بتجري كده مش عارفه ليه. حطينا بقى اهو فطرنا زي ما انتم شايفين، قمرت العيش بقى وحطينا كده وكلنا. وطبعا عبال ما انا قمت غسلت المواعين، كان ولادي بيلبسوا، ولبسنا بقى ونزلنا على طول على البحر. وطبعا خدنا معانا واحنا ماشيين عدينا على السوبر ماركت، بس طبعا ما كنتش عارفه اصور، كان الاولاد لخمني، وطبعا بالنسبه ان لسه اول يوم وكده فاهمين. نزلنا على السوبر ماركت جبنا شويه حاجات كده واحنا ماشيين ناكلها على البحر. صورت يا بنت الصور عايزين النور ليه؟ ماشي. لا اصفر وازرق وبتاع. وريهم الطوب. يا كان في باطي بتكون هنا وفين؟ وبص الطوق بتاع مكة، بص الطوق بتاع مكة جميل ازاي، عشان نلحق نعمل على البحر. حلو يا مكة الطوق. صوريني. انا هنزل اخر واحده لما تنزل. انزل وراك. انت تاخد شنطتك معاك على البحر لا صح؟ ما حتى انت عشان تفتحي اصلا. وريهم واخدة ايه في الشنطة. لعب والهواية. ماشي.
لبسوا بقى زي ما انتم شايفين كده، وطبعا فرحانين مبسوطين. وانا بقى طلعت المايو بتاعي ولبست. بصوا الملايه هنا فرشاها هي على السرير التاني اللي في الاوضه التانيه، الميلات اللي انا واخداها معايا. المهم بقى لبسنا وانا نزلتهم، بنزلهم هما الاول في الاسانسير، وبعد كده بنزل اخر واحده بقى انا وجوزي عشان بنتمم بقى على الشقه، وبنتمم خلاص قفلنا مثلا الانبوبه بتاعه، كلهم بينزلوا. بعد كده بننزل احنا اخر ناس بقى ايه على البحر. نزلنا بقى اهو زي ما شايفين الشقه يا دوب، يعني احنا بننزل خطوتين وبنبقى على البحر على طول، يعني الشقه على البحر على طول. رايحين بقى اهو زي ما انتم شايفين كده مبسوطين مكة وفرحانين. الكاميرا، مكة دي بص الكاميرا، دي بص الكاميرا. حبايبي حبايبي تعرف ايه؟ رايحه فين يا مكه؟ جاب البامبا ليه؟ اتخانقتوا عليه وسبتوه. مكه رايحه فين؟ سابته في البيت؟ مين اللي سابته في البيت؟ وصلنا بقى على الشط اهو، قعدنا زي ما انتم شايفين الدنيا رايقه كده وجميله، يعني الشط النهارده رايق والجو حلو قوي كده وهوا جميل وصوت البحر بقى والامواج حاجه كده بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وولادي بقى فرحانين في الميه اهو، يعني ربنا يحفظهم. هاتهم بقى التمام ولا هتعمل ايه؟ هو تبعكم جاي مش هتعمل ايه انتوا؟ هو انا هلعبها في قدام. ماشي يا جانا العبوا، بس خليكم قدامي هنا ما تبعدوش، العبوا سوا ونشوف جوه. زي ما شايفين بقى هم بيلعبوا كده مبسوطين. انا النهارده ما نزلتش، يعني اول يوم ما نزلتش خالص، كنت قاعده بقى كده يعني بتابعهم كده من بعيد وبتفرج عليهم. بس كان عايزه اقول لكم القعده جميله جدا، يعني على قد ما انا ما نزلتش الميه ولكن مبسوطه كده، ويعني والقعده حلوه قوي قوي قوي، يعني بجد ممتعه جدا. وانت قاعده على البحر كده وسامعه صوت البحر وصوت الامواج مع الهواء حلو جدا. المهم بقى خلصنا وطلعوا بقى، خدت الاولاد وروحنا بعد طبعا ما استمتعوا كده بيومهم. يعني روحنا على الساعه تقريبا 8 كده، فاهمين اللي هو بعد المغرب. كان الجو يعني بصراحه حلو قوي قوي قوي، فانا قلت ان شاء الله ابقى اجرب انزل الميه كده اللي هو بعد المغرب بالليل كده، بتبقى حلوه قوي ويعني بيبقى الجو جميل. المهم ايه، روحنا بقى لبستهم كده وخدوا كل واحد شاور كده ولبستهم وغسلت الهدوم بتاعتهم كده، شطفتها بسرعه وعصرتها ورحت نشرها في البلكونه. البلكونه طبعا ما فيهاش حبال، بس كان في حبلين كده في الشقه، جوزي ربطهم كده يعني قصاد بعض، وحطيت بقى عليهم الغسيل. ونزلنا بقى. بصوا هنا نازلين في الاسانسير. وكنت مشغله الماتش، ابني يعني مجنون بالكوره، حتى في المصيف برضو جايب الماتش. فالمهم كان قاعد بيتفرج على الماتش هو وباباه، عبال ما انا ايه لبست بقى يعني اخواته وكده. ونزلنا بقى، اختي برضو كمان لبست وانا لبست، ونزلنا بقى اهو خارجين. عايزه اقول لكم الجو بره بالليل حلو جدا، هوا حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم ان بالليل في القاهره يعني في الوراق عندنا كان برضو ايه الجو ايه تحسوا برضو مفيش هوا، الجو واقف كده مفيش حتى نسمة هوا. لا عايزه اقول لكم ان الجو كان حلو قوي 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 قوي، يعني لدرجه ان انت مثلا لو لابسه حاجه خفيفه قوي او مثلا حد من بناتك لابس حمالات او قطي كده كان ممكن ان هو يسقع، فاهمين. فبصراحه الجو كان جميل جدا. خرجنا بقى اهو زي ما انتم شايفين بالليل كده، وقلنا بقى هنتعشى بره، يعني ما رضيناش نعمل اكل يعني على اساس ان احنا اصلا يعني فاهمين الاكل موجود عندنا، يعني الاكل موجود في الفريزر. بس مش عارفه احنا خرجنا قلنا نخرج بره ناكل كشري، فخرجنا بقى بره زي ما انتم شايفين. بصوا كده في الشارع اللي احنا فيه، بصوا نضيف وجميل بصراحه، والحته هناك راقيه حلوه جدا جدا، غير المكان اللي احنا رحناه السنه اللي فاتت. فحذروا كده احنا فين يعني، وانتي منطقه كده، وقولوا يعني لو تعرفوا بقى قولوا لي كده في الكومنتات. المهم بقى رحنا، بصوا اللي طلب كشري واللي طلب طواجن، كل واحد طلب اللي نفسه فيه. بس مش عارفه المحل ده غير عندنا خالص، يعني ما كانش فيه ولا بسلطات ولا اي حاجه، حتى الميه كان جايبها لنا سخنه. فقلت له لا خلاص مش عايزه، يعني ميه معدنيه هنحاسب عليها بس سخنه، فاهمين. فانا قلت له لا، ورحنا شاريين من السوبر ماركت الازازه الكبيره دي زي ما انتم شايفينها. فهو راح رايح جايب لنا كمان 3 ازاز اشتراهم من السوبر ماركت عشان يبقوا ساقعين وجابهم لنا، وحاسبنا طبعا بسعر المحل، يعني هو سوبر ماركت كان ارخص اساسا. فقلنا مش مشكله زي بعضه. المهم بقى اتعشينا كده وقعدنا شويه، وبعد كده رحنا قايمين بقى. الولاد ركبوا عجله اهو زي ما انتم شايفين، كنت قاعده كده على الكورنيش
في كراسي كده وترابيزات محطوطه يعني وقدامنا كده العجل زي ما انتم شايفين. فاحنا طبعا قعدنا كده على الكراسي. جوزي طلب لنفسه قهوه وانا طلب لي قهوه بلبن، ووالدتي كانت بتشرب بيبسي، وقعدنا بقى كده وهم بقى قدامنا كده بيركبوا العجل. كانوا فرحانين ومبسوطين جدا. فبصراحة كان يوم حلو قوي قوي قوي. زي ما تشوفوا بصوا نغم بتجري بالعجلة. كنت خايفة عليهم جدا جدا لان طبعا في كتير قوي مأجرين عجل، فالواحد اللي هو كان خايف ان حد يخبط فيهم، فاهمين؟ ناس مأجرة عجل، ناس مأجرة بيتش باجي، ناس مأجرة مكن اللي هي المكنة الصغيرة اللي اسمها فطوطة دي، في ناس مأجرة سكوتر، وكل ده طبعا ماشي رايح جاي في الطريق. بص اسماء هنا. بصراحة كان اليوم حلو جدا وكانت رحلة ممتعة. حبيت اشارك معاكم كده، واستنوني ان شاء الله الفيديو بتاع بكره برضو هصور معاكم ان شاء الله بامر الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب كلكم كده تبقوا مبسوطين وفرحانين وتغيروا جو كده. بجد تغيير الجو ده حلو جدا جدا وبيفرق قوي في المود. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.